السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بداية نحب نبارك لكم العواشر، إن شاء الله يدخل عليكم شهر رمضان الكريم بصحة والستر والهنا وكل ما تمنيتوا. وصفتنا اليوم هي الحريرة المغربية اللي ما كاينش بيت من البيوت المغربية اللي ما كيحضرهاش في شهر رمضان، كتجي رائعة جدا. اليوم غادي نحضروها بواحد الطريقة مبسطة ومقادير اللي متوفره في كل بيت، تجي زوينه بزاف. بقاو معايا وشوفوا الفيديو الاخير هكا باش تعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. ونحب نشكر كل وحده جديده انضمت للقناه، شكرا جزيلا لكم. واللي عجبتها الوصفه نتمنى ما تبخلش عليا بلايك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. ودابا ندوزو باش نتعرفوا على المقادير والطريقه ديال التحضير. المقادير اللي غادي نحتاجوها لهاد الحريره، عندي هنايا زلافه الا ربع من القزبر اللي عدلته وغسلته، من بعد قطعته هكا رقيق كما كتشوفوا. عندي زلافه الا ربع. عندي هنايا واحد نصف زلافه من الكرافس حتى هو غسلته وقطعته رقيق. عندي هنايا حوالي 2 معالق كبار من المعدنوس عامرين مزيان حتى هما مقطعين رقيق. عندي هنايا واحد الكميه من اللحم، يمكن لكم الا كانوا عندكم العظام حتى هما ديروهم كيجيو احسن، كيطلقوا واحد اللذه زوينه بزاف. عندي هنايا واحد البصله متوسطه اللي فرمتها هكا رقيق، ما طحنتهاش، قطعتها رقيقه بزاف، من بعد غادي تذوب. عندي هنايا واحد الكميه من العدس اللي رطبته في الماء، خديت هنايا حوالي ملعقه كبيره من العدس ورطبتها في الماء هكا باش من طيب ما تفرقش على القشره ديالها، ما تقشرش. عندي هنايا واحد الكميه من الحمص حتى هو رطبته ليله من قبل في الماء، من بعد فسختو هكا. الكميه كتبقى على حسابكم، واش كتبغيو القطنيات بزاف في الحريره ولا شي شويه. عندي هنايا واحد شويه ديال الفول اليابس، كيعطي واحد اللذه زوينه بزاف في الحريره، كيجي على شكل كليله. عندي هنايا واحد 3 ديال المطيشات اللي خديتهم غسلتهم ومن بعد وضعتهم في شويه ديال الماء قليل فقط، وضعتهم هكا على النار حوالي 10 ديال الدقائق. من بعد غادي ندوزو نطحنوهم ونصفيوهم من الزريعه وداك البقايا ديال القشور هكا باش تطلق لي هذيك القشره. درت لها هذه الطريقه باش تطلق لي ديك الحموريه في الحريره وتجيني زوينه، احسن ما ناخذوها هكاك خضره ونطحنوها. بالنسبه للعطريه خديت هنايا واحد الملعقه صغيره عامره مزيان من سكينجبير، ملعقه صغيره حتى هي من الخرقوم، نصف ملعقه صغيره من الابزار، عندي ملعقه صغيره من الكرويه، وهنايا عندي ملعقه متوسطه من الملحه. وباش ندوروا الحريره غادي نحتاجوا هنايا مطيشه د الحك او طوماط كونسونطري اللي سبق لي وحضرتها معكم في واحد الفيديو سابق. عندي هنايا ملعقه كبيره عامره مزيان من مطيشه د الحك، وهنايا عندي الخميره البلديه، وغادي نحتاج ايضا واحد الملعقه من الشعريه. وهنايا بلا ما ننسى واحد الشيء القليل فقط على راس المعلقه من القرفه مطحونه، كتعطي واحد اللذه زوينه في الحريره. وهنايا عندي اقل من نصف ملعقه صغيره من الكبابه حتى هي كتجيني زوينه في الحريره. وغادي نحتاج ايضا للسمن، غادي ناخذ واحد الملعقه صغيره من السمن الحار حتى هو كيجي زوين في الحريره. غادي ناخذ ايضا واحد 2 معالق من زيت الزيتون، وايضا واحد 2 معالق ايضا من الزيت نباتيه. ولا استعملتوا واحد الكميه ديال اللحم اللي كتكون شي شويه كثيره مع العظام غادي تنقصوا من الكميه نتاع الزيوت. غادي نضيف هنايا ديك البصله، نضيف ايضا القزبر، غادي نحتاج واحد الكميه هكا باش نضيفها هكا في الاخر بحال هكا. نوضح هنايا الكرافس، هاد الربيع من الاحسن يكون طري، ما تستعملوش اللي كيكون في الكونجيلاتور، ما كتكونش فيه الريحه زوينه. هنايا عندي المعدنوس، غادي نضيف الحمص، نضيف ايضا داك اللحم، كميه كتبقى على حسابكم. العدس غادي نضيف هنايا سكينجبير والخرقوم والابزار وايضا الكرويه والملحه. نضيف ديك الحبات ديال الفول، الا ما توفرتش يمكن لكم تستغناو عليها. هنايا غادي نضيف داك مطيشه من بعد ما طحنتها وصفيتها. هنايا غادي نضيف 2 ديال الملاعق من الزيت النباتيه،
نضيف هنايا واحد 2 ملاعق كبار من زيت الزيتون. صافي غادي نشعل على النار ونخلي هاد العناصر تشحر هكا شي شويه. من بعد غادي نضيف الماء اللي كيكون في درجه الغليان. انا هنايا ضفت حوالي 5 لتر من الماء غليان. صاي هنا غادي نجي ونسد على الكوكوط وغادي نخليها حتى تصفر. من بعد غادي نقص على النار نخليها طيب على واحد النار مهيله حتى يطيب عندي داك اللحم والحمص ونرجع لها. بعد حوالي 20 دقيقه خليت على الكوكوط، لقيت داك الحمص طاب وايضا اللحم حتى هو. غادي نضيف هنايا ديك بيدقه ديال القرفه، ايضا ديك اقل من نصف ملعقه صغيره من الكبابه. نضيفو مطيشه د الحك نخلطو نخليوها هكا حوالي 5 ديال الدقائق. بعد غادي نضيف داك القزبر اللي خليته باش يكون فيه ديك الحريره تجي فيها ديك النسمه نتاع القزبر وتجي زوينه. غادي نضيف واحد الملعقه صغيره من السمن. وعارفين الحريره المغربيه لا بد من السمن، واللي ما كانش متوفر عنده معليش. هنايا غادي نضيف الخميره البلديه. النار عندي النار اللي هي نوعا ما مرتفعه، نخلط هكا باش ما تلتصقش عندي في القاع وباش يطيب لي داك الدقيق. نبقاو مرة هكا نحركوها. والحريره كتبقى على حسب الواحد واش يبغي حريره اللي هي ثقيله ولا خفيفه. الا بغيتو حريره اللي هي ثقيله غادي تزيدوا من الكميه ديال الخميره البلديه. صايي مرة نبقاو نحركوها ونستناو على داك هذيك الخميره او داك الدقيق حتى يطيب. غادي يكون هذا هو القوام ديال الحريره، كيجي على هذا الشكل. الا بغيتوها ثقيله على هكا كما قلت لكم يمكن لكم تزيدوا الخميره البلديه، انا كنفضلها هكا. هنايا من بعد ما طابت عندي ديك الحريره، طاب ديك الخميره البلديه او الدقيق طاب مزيان، غادي نجي ونضيف واحد الملعقه من الشعريه، ملعقه كبيره من الشعريه، نضيفوها حتى الاخير حيت ما غاديش تاخذ لنا وقت كثير في الطياب، في ساكه طيب. نستناو عليها بضع دقائق، حوالي 3 ديال الدقائق حتى 4 ديال الدقائق. نحركوها مره باش ما تلتصقش، ومن بعد غادي نطفيو عليها النار وبقاو معايا باش نشوفوها في طبق التقديم. وغادي تكون هذه هي الحريره اللي حضرنا مع بعضياتنا هذا النهار. الريحه ديالها طالعه غزاله والمذاق ديالها زوين بزاف، ما تشبعوش من اللذه ديالها. نتمنى تحضروها وانا متاكده غادي تعجبكم. تقدموها مرفوقه بالتمر والشباكيه وباش ما بفضلتو تجي زوينه بزاف. نتمنى الى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. وهنايا ما بقى ليا غير نقول لكم بسلامه في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.